بما اننا في موسم الحج، تعالوا احكي لكم على قصة برودة البلاط الحرم المكي والمسجد النبوي اللي بيتسموا بالبرودة وان هما بيكونوا ساقعين حتى مع درجات الحرارة العالية. القصة بتبدأ لما السلطات السعودية طلبت من الباشمهندس المصري العبقري محمد كمال إسماعيل إنه يكون هو المسؤول عن تخطيط وتنفيذ مشروع توسيع الحرمين. وبالفعل الباشمهندس محمد عمل على توسيع الحرمين، وقال إن هو مش هياخد مقابل هذا العمل وعمله مجانا من وجه الله. وكان الباشمهندس محمد كان ليه رؤية ووجهة نظر في استخدام بلاط ورخام ليه مواصفات خاصة. فهو كان عنده فكرة بنوع من أنواع الرخام اسمه التاسوس، والتاسوس ده من أنواع الرخام النادرة اللي موجودة في جبل في اليونان. هنلاقي ان من مميزات الرخام اللي قرر ان هو يستخدمها هو ان هو بيعكس الضوء والحرارة وبيمتص الرطوبة طول الليل وبيطلعها بالنهار. فبنلاقي ان البلاط دايما بالنهار بيكون ساقع. طب الرخام ده موجود فين؟ الرخام ده موجود في جبل صغير في اليونان. فالباشمهندس محمد طلع مباشرة على اليونان واشترى نص الكمية اللي موجودة في الجبل. بعد 15 سنة السلطات السعودية مرة تانية كلفت الباشمهندس محمد بأن هو يكون المسؤول عن تنفيذ وتوسيع المسجد النبوي، وطلبت منه ان هو يستخدم نفس الرخام اللي استخدمه في بلاط الحرم المكي. وساعتها الباشمهندس خاف لانه من 15 سنة كان اخد نص الكمية، فيا ترى نص الكمية هتبقى موجودة بعد المدة دي كلها؟ وبالفعل راح الباشمهندس محمد مرة تانية على اليونان علشان يشوف نص الرخام هل هو موجود ولا لا، بس كان للأسف انه لقى الرخام اتباع. زعل جدا وطلب ساعتها من السلطات اليونانية ان هي تقول له مين اللي اشترى النص الرخام. وطبعا بعد محاولات كتيرة عرفوا مين اللي اشترى النص الرخام التاني. وهنا بتبتدي تحصل معايا المفاجأة عشان نعرف تدابير رب العالمين عاملة ازاي. اللي اشترى الجزء التاني او النص التاني من الجبل هي شركة سعودية. ففرح جدا الباشمهندس محمد ورجع مرة تانية على السعودية عشان يقابل رئيس الشركة. لما راح الباشمهندس محمد يقابل رئيس الشركة السعودية ويبتدي يسأله عن الرخام اللي اشتراه من 15 سنة، فكان ساعتها رئيس الشركة قال له معرفش عملت بيه ايه. فقال له استنى هسأل المخازن. وتحصل المفاجأة التانية. العجيب والغريب في الأمر إن هو لقاه في المخازن زي ما هو من 15 سنة. ساعتها طلع الباشمهندس محمد شيك على بياض وقال لصاحب الشركة السعودية اكتب الرقم اللي انت عايزه وانا هشتري منك كمية الرخام دي كلها. هذا رئيس الشركة السعودي استغرب وقال له لا، احكي لي القصة فيها ايه وانت عايز الرخام ده كله ليه. فالباشمهندس محمد حكى له القصة كلها وان هو محتاج الرخام ده علشان هيستخدمه في توسيع بلاط الحرم النبوي. وساعتها رئيس الشركة السعودي راح اتبرع بيه كل كمية الرخام لوجه الله الكريم، وكأن اشتراه من 15 سنة علشان يحافظ عليه عشان يتم استخدامه في توسيع الحرم النبوي. يا رب بحق الأيام المباركة دي يكتب لنا جميعا زيارة البيت الله الحرام والمسجد النبوي، وكل سنة والأمة الإسلامية كلها بألف خير وصحة وسعادة.